صباح الخير صبايا، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلياتكم منيح. اليوم رح نفطر مع بعضنا ان شاء الله تعالى بانكيك. رح نعمل بانكيك ونشوف انه قديش سهل وبسيط ومكوناته ما في حدا ما عنده اياهم موجودين في البيت. البانكيك شو هو؟ عبارة عن كيك بالمقلاية وكتير سهل وبسيط، يعني فقنا مشتهين على شي حلو قلنا يلا نعمل هالكيك في المقلاية. هلا عنا مكوناته هو عبارة عن طحين، 2 كوب طحين، كوب شاي، سكر، بيضة، كتير قليل من الملح، مع نص كاسة شاي زيت درع، كوب شاي حليب، بيكنج باودر، فانيليا. خلونا نشوف مع بعض طريقة التحضير. هلا رح نعمل المكونات السائلة لحال والمكونات الجافة لحال. هلا اول شي فينا ناخد نحن البيض، اكيد مغسولة، ورح نقسمها ونزيد عليها الفانيليا، ظرف كامل فانيليا مشان ريحة البيض، والسكر رح نخلطهم مع بعضهم، ومننزل الزيت فوقهم. هذا نحن عملنا المكونات السائلة مع بعض. بدنا نخلطهم منيح لوقت ما يذوب السكر، يعني كتير شغلة بسيطة وسهلة وطيبة كتير وما مكلفة، لأنه الغلا برا ما عاد فينا أبدا نقدر نشتري شي من برا، بصراحة يعني. هلا خلصنا بالسوائل، خلطناهم مع بعضهم. راح نعمل المكونات الصلبة الجافة اللي هي عبارة عن طحين، اكيد راح ننخله، اللي عنده منخل تنخل، انا نخلته قبل ما احطه بالمكيال. هلا راح انزل الملح وراه، وراح انزل بيكنج باودر، يعني اطيب كيكة بالمقلاية. البانكيك احنا الحلبية بنعرف بانكيك. كيك بالطواية، نحن الحلبية بنعرف شو هذا بانكيك. هلا بعد ما حطيت المكونات الجافة مع بعضهم، راح انزل السوائل. يعني ريحته بتاخد العقل عن جد، الفانيليا طلعت ريحتها تاخد العقل عن جد صبايا. بقي اسأل من هيك وصفات بدنا نتم نخلط فيه لوقت ما يتماسك. هلا بعد ما خلطناهم مع بعضهم رح نتركها فترة 15 دقيقة 20 دقيقة حتى البيكنج باودر انه ياخد مفعوله. يعني بس ما شفنا انه صار القوام مطاط، هو هذا القوام اللازم. هلا خلونا نشوف مع بعض كيف رح نعملها بالمقلاية. هلا بعد ما حطيناها عطرف 20 دقيقة صارت جاهزة. رح نحط شوية زبدة بالمقلاية، نسكبها بالوسط من غير ما نحركها. لازم تكون النار قوية. هلا ما رح ندقرها ولا رح نحركها لوقت ما نحن نجرب انه هي بالمقلاية اذا تحركت، بعدين بنقلبها. هلا لسه ما صارت، بدنا ننطر عليها شوي. اول شي بتكون النار قوية، بعدين بنهدي تحتها مشان تستوي العجينة وما تطلع معجنة. يا سلام، يعني انا شفته انه وقت سكبتها كانت رقيقة، هلا هي بعد ما اختمرت انه بديت تنتفخ بالمقلاية. هلا رح نجرب اذا هي لوحدها تحركت.
تحركت، أصبح استوت هذا الطرف، راح نقلبه ونعمل الطرف الثاني. يا سلام، يعني ريحتها بتاخد العين. هلا صبايا راح نشوف كيف استوى الطرفين. يا سلام. هلا صار البانكيك جاهز، فينا نقدمه. وانا عملت صوص الشوكولا، راح احط فوقه صوص الشوكولا. انت اي شي بتحبي فيكي تحطي له، يعني ما ضروري. فيكي تحطي موز، فيكي تحطي نوتيلا، فيكي تحطي اي شي بيخطر على بالك. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. يعني ما فينا نحرم اولادنا اي شي بنحبه او بيحبوه بهاي الظروف القاسية. وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالإعجاب واللايك والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد، وتابعوني على قناة قندوشي الحلبية الأصلية. إلى اللقاء بفيديو تاني إن شاء الله.